السلام عليكم. نتنياهو يعلق على عملية الداس في القدس، يذكرنا بأن إسرائيل في معاناة كبيرة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عملية الداس التي وقعت غرب القدس المحتلة وأسفرت عن إصابة 7 مستوطنين إسرائيليين. وقال نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى قتل الجيش الاحتلال قبل دقائق قليلة: جرت محاولة لقتل الإسرائيليين، القتلة يقاتلوننا جميعا، لقد أسسنا دولة مقابل ثمن كبير. وأضاف: دولتنا قامت بقوة جيشنا وشرطتنا، وفي وقت حاول أعداؤنا اقتلاعنا من هذه الأرض ولا زالوا يحاولون ذلك، ولكننا سنمنع ذلك كما نفعل كل مرة. وأصيب 7 إسرائيليين من بينهم حالة خطيرة في عملية داس قرب السوق محانية يهوذا بالقدس. وقالت قناة كان التابعة لهيئة بث الاحتلال الرسمي إن رجل يبلغ من العمر نحو 50 عاما أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيبت امرأتان في الثلاثينات من العمر بجروح متوسطة، وأصيب شخص رابع بجروح طفيفة. وأفادت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية أن الهجوم وقع بالقرب من المكان الذي سيقام فيه حفل افتتاح فعالية يوم الذكرى 75 لتأسيس دولة الاحتلال. وتلقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو آخر المستجدات بشأن عملية الداس. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.